السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض وصفة بسيطة إن شاء الله كوقاية من الكوكسيديا وأي عدوى ثانوية مصاحبة ليها، أي عدوى بكتيريا مصاحبة ليها. تمام. وطبعا لو أنت بتدي علاجات دي بتبقى كعامل مساعد في مية الشرب، وهي بترفع مناعة الطائر، بتخليه يصد مع الكوكسيديا وما تتغلبش عليه. الوصفة اللي معانا بسرعة كده عبارة عن الشيح البلدي، تمام، والزعتر. طيب هنقول الشيح ليه؟ الشيح يعتبر مطهر معه قاتل للديدان وقاهر للكوكسيديا. تمام. باخد منه معلقه زي دي كده، معلقه صغيره زي دي كده ممسوحه ديت لاتنين ونص، يعني لاتنين ونص لتر ميه. يعني هنقول المعدل بتاعنا جرام على اللتر. تمام. بس انا دلوقتي هحط جرام الا ربع على اللتر، بحيث ايه؟ هضيف زعتر لسه. انما لو هضيف الشيح لوحده، بضيف المعدل بتاعتها جرام على اللتر. تمام. لان بيبقى ليه ريحه نفاذه عشان الحمام يعني ما يعرضش عنه ويشرب. تمام. ادي انا بضيف اهوت. انا بضيف بس في ازاز عشان حضراتكم تشوفوا، لان هيبقى في حاجه هنتكلم فيها دلوقتي. تمام. اخد بقى الجرعه اللي انا هحطها. تمام. انا لو بضيفه لوحده بضيف مثلا 3 معالق لكميه الماء اللي انا بستخدمها. الزعتر هاخد منه معلقه. تمام. الزعتر اهو. يبقى انا كده خدت معلقتين شيح ومعلقه زعتر. ده هنقول لمقدار مثلا ايه، 6 لتر ميه. تمام. طبعا بسيبهم في كوبايه كده. بستعمل الزعتر ليه؟ الزعتر يعتبر مطهر معه قوي جدا، اقوى من الفينيق، قاتل للبكتيريا، قاتل للفيروسات. لو في عدوى مصاحبه للكوكسيديا الزعتر بيتكفل بها وبيقضي عليها. وزي ما انا قلت بجيب ميه درجه الحراره بتاعتها 80 قبل درجه الغليان، ولو غلت منك بتزودها شويه ميه بارده وافضيها عليها اهو. تمام. خلصت على طول بغطي باي حاجه كده معدن، ويبقى يعني العلامه معايا هنا دي زي ما حضراتكم شايفين معايا كده. دي الكوبايه اهيت. الزعتر والشيح هنا فوق هما. بمجرد ما الميه تبرد ماده الفعاله تخلص منهم هتلاقيهم هيبداوا ينزلوا تحت الايه، الكوبايه من تحت كده. يبقى الوصفه بتاعتي ايه، جاهزه، او الخلطه بتاعتي جاهزه للاستعمال. اتمنى الفيديو البسيط ده يعجبكم وتستفادوا منه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.